صباح الخير، مساء الخير، يسعد مساكم. اليوم بدي اعملكم جاتو على ليمون او حامض. بجيب حامضة ببرشها، باخد برشا على جنب، برجع بعصرها. بجيب طنجرة مش طنجرة، بحط بيضة، معلقتين سكر، ومعلقة نشا، وبحركهم. هلأ بتعرفوا ليش جبت طنجرة. وبحركهم منيح. برجع بزيدلن معلقة فانيلا و250 حليب، يعني كباية وربع بيعملوا كباية وربع. بحط البرش الحامض بقلبه وبحركهم منيح، وباخدهم على النار لحتى اطبخهم. حطيتهم على النار عطول. لما بنطبخ شي للحلو جيبوا طنجرة منيحة، يعني ما بتلطع. بعد ما انطبخوا افضيهم بوعاء، اكيد بتحركوا مشان ما يكون في لمب. بحط لهم معلقتين زبدة هي سخنة، بس بشيلهم على النار. والحامض باخد اللي عصرتهم منهم معلقة حامض، بعتقد بمصر بتقولوا له ليمون. بفضيهم بعد ما انطبخوا، بفضيهم بجد وبحطهم على جنب، مشان لأنه بدي أعمل المرحلة التانية. هلأ بنجيب 3 بيضات، عدد 3، مع رشة ملح بسيطة، و180 جرام سكر بيعملوا كباية وحدة. وبخلطهم. بكون سوحت أنا زبدة، برجع بضيف الزبدة على الخليط الأول، كمان بحركه بسيحه على جنب. بدي أعمل هلأ الأشياء الناشفة. عندي كباية ونص طحين، بحط 3 معالق نشا ومعلقتين بيكنج باودر وبخلطهم. هذا الكيك على فكرة كتير طيب، كتير طيب، بس انه يعني بنحب بطننا. وبصفيهم، بنخلون فوق الخليط السائل اللي عملناه قبل. شفتوا كيف طلع معنا ممزوج منيح. وبقية الحامضة بضيفها على هيدا الخليط. أنا صرت حامضة، فيكن إنه تعصروا حامضة ونص لأنه طعمته بيطلع طيب. دلقته بالصينية، دخلت قبل ما دخله على الفرن. بجيب الخليط التاني اللي عملته بالأول وبحطه على الوجه مثل ما شفتوني، وبرش له لوز لجهزه ليدخل للفرن. شفتوا كيف طالع. دخلته على الفرن. هلا اللي عنده صينية مثلا مش مثل اللي عندي، في كونترشوا سبراي. انا حطيت ورق خبز دايرة، وحطيت بالارض خبز، ورق خبز. بدي ورجيكم النتيجة. شوفوا العين بتاكل قبل التم. واي سؤال بتحبوا تسألوني هيك اتركولي على الكومنت. واي طبخة او اي نوع حلو بتحبوا اعملكم ايه كمان اتركولي على الكومنت. وما تنسوا تدعمونا، لايك، شير، سبسكرايب. وشكرا لمتابعتكم. عن جد كيك بشهي، لازم تجربوه. بترشوله إذا بدكن على الآخر سكر بودرة للتزيين. فيكن انتو على طريقتكم تزينوه. ألف صحة.